السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، دائما في صحة جيدة يا رب. مرحبا بكم في القناة في يوم جديد ووصفة جديدة. اليوم البنات دائما في إطار وصفات عيد الأضحى المبارك. اليوم البنات غنشارك معكم هاد القطبان أو لي بروشيت باللحم ديال الغنمي دائما. بطريقة أخرى البنات تيجيو فتيين أو رطبين وواحد العطرية مختلفة نوعا ما. المهم البنات كنتمنى يعجبوكم. غادي نرافق معاهم هاد القطبان البنات، غادي نرافق معاهم مقبلات او شليضات مغربيين. كنتمنى يعجبوكم، خليكم مع الفيديو حتى الاخير، ما تنسونيش من لايك. وكنشكر البنات الجداد والقدام وعلى التعاليق ديالهم، كنشكركم بزاف بزاف. خليكم مع الفيديو حتى الاخير. هنايا البنات غادي نحتاج تقريبا 2 كيلو ديال اللحم او اللحم ديال القطبان الكرطه، الجهه ديال الجيكو او جهه الفخذ. هنا العطريه اللي غادي نستعمل عندي معلقه ديال الكمون، معلقه ديال التحميره، معلقه ديال القزبور، ومعلقه ديال العطريه ديال اللحم او الخاصه بلي بروشيت او القطبان. كتكون البنات غير قلبوا عليها، وإلا ما لقيتوهاش صافي بلاش من الاحسن. صافي هنايا غادي نزيد واحد شويه ديال العصير الحامض. السر ديال الحامض البنات هو كيعطي تيخلي اللحم فتي ورطب، كيجي هشيش في الماكله. هنايا الطريقه الاولى البنات غادي ندير هاد العطريه في اللحم، كندخلها مزيان في اللحم وغادي نخليهم يتخمروا او نخليهم على جنب اكثر من ساعه، على الاقل ساعه البنات. قد ما خليتوهم راه احسن، ما ديروا لا زيت لا والو. المرحله الثانيه البنات هنايا غادي نشلض واحد 2 بصلات مشلضين مزيان البنات حتى يطلقوا الماء ديالهم، دوزوهم في الهاشوار حتى يطلقوا الماء ديالهم. السر ديال هاد البصله البنات كتعطي البنه احسن من البصله الا كانت غليظه، خصوصا الماء ديالها. هنا غادي نزيد واحد شويه ديال المعدنوس مقطع، وغادي نزيد في الاخير زيت الزيتون. هذه الطريقه البنات جربوها راه كتجي زوينه. كنمارينيو اللحم على 2 مرات، في الاول العطريه هي الاولى، عاد في الاخير كنزيدو الزيت والبصله والربيع. الدور ديال العطريه البنات في الاول كما تنقولوا دائما الزيت هي كتحبس اللحم، ما كتخليش العطريه تدخل ليه لداخل. اذا اش كنديروا العطريه هكاك مع العصير ديال الحامض او الخل، تقدروا تعوضوه بالخل، وكنخليوه كيدخل، كتسهل العمليه ديال كتسرع ان العطريه تدخل لداخل مزيان. فاش كنديروا الزيت كنديروها في اخر مرحله ملي كنقربوا صافي نطيبوه. صافي هنايا كنخليوه يجلس واحد شويه، قد ما خليتوه من الاحسن. هنايا البنات غادي ندوز المرافقات اللي غادي ندير واحد شويه ديال الزعلوك او تكتوكه على حسب كل منطقه كيفاش كيسميوها. هنايا درت صلصه طماطم اللي وجدتها من قبل، هنايا درت الجاهزه البنات راه كتباع كتجي احسن، وكنزيد عليها غير شويه ديال العطريه وشويه ديال الثومه محكوكه. هنايا غادي نزيد واحد شويه ديال الهريسه او الحار، الا كانت عندكم الهريسه من الاحسن. الحار كيجي زوين في زعلوك البنات. صافي وغادي نخوي عليه الفلفله مشويه مع الدنجال. عندي الفلفله مشكله ديال الالوان والدنجال اللي شويتهم من قبل. صافي تنخلي هذيك تكتوكه تشحر، وفي نفس الوقت غادي نوجد هذا خيزو مشرمل حتى هو كيجي زوين. عندي مقله فيها شويه ديال الزيت، ثومه محكوكه. غادي ندير هنايا واحد الكميه ديال الجزر او خيزو اللي درت ليه نص سلقه. غادي نشحرو هكايا في الزيت والثومه. غادي نزيد شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه. تقدروا ديروا البنات كنور ديال الخاص بالخضر حتى هو تيجي زوين. انا ما استعملتوش هذه المره، درت غير خليته غير عادي. صافي وغادي نخليه تقريبا واحد 5 دقائق يتشحر مزيان فوق البوطه على نار مهيله. وفي اخر حاجه غادي نطفي عليه وغادي نزيد عليه واحد شويه ديال المعدنوس. صافي وغادي نزيد عليه نخليه. هذا هو البنات كيجي زوين حتى هويا. هكا تيكون مرافقات من مع المشاوي او اي طبق.
هنا في نفس الوقت كنشحر هذاك الزعلوك او تكتوكه، كنشحرها مزيان. عطيوها شويه الزيت البنات وشويه الوقت في التشحار، قد ما تشحرات كتجي زوينه. كيجي زوين هاد الزعلوك. السر ديالو البنات هو يتشحر مزيان. هنايا في نفس الوقت راني وجدت القطبان ديالي، درتهم فوق الفاخر. ما كاين ما احسن من الفاخر البنات، كيجيو هائلين، احسن من طيا فوق شويه ديال الضوء. هذه هي الطبله ديال البنات. هنايا وجدتها طبله متواضعه البنات. درت هنايا الاضافه اللي زدت هي شلاضه العاديه المغربيه ديالتنا، ديال بصله مطيشه وخيار وشويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الخل، شويه ديال الكمون والملح. المساند الرسمي البنات كاس ديال اتاي ضروري يكون حاضر في هاد المشاوي البنات، كنعتمدوه. هذا هو الطبق ديال البنات. كنتمنى يعجبكم. شاركت معكم الطبله ديالي المتواضعه. كل خير في دار البنات. كنشاركوا معكم غير لقطات. هنايا شاركت معكم كما قلت لكم الطريقه اللي كتجي زوينه في القطبان، اعتمدوها راه كتجي زوينه وكيجيو فتيين ورطبين. هذا هو البنات لا فيديو ديالي، كنتمنى يعجبكم بزاف. ما تنسونيش من لي لايك الى عجبكم الفيديو، وما تنسونيش من التعاليق ديالكم اللي كتجي تشجعني وتحفزني للفيديو اخر. كنشكركم بزاف. كنخليكم مع هاد الصور ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، وبسلام عليكم.